هل تعيين سيناتور من اوكلاهوما وزير للامن الداخلي في امريكا هيغير حاجه بجد ولا مجرد تغيير اسماء؟ ماركوين مولين اتاكد رسميا كوزير جديد لوزاره الامن الداخلي الدي اتش اس الديبارتمنت اوف هوملاند سيكيورتي بعد تصويت من مجلس الشيوخ 54 مقابل 45، وده خبر سياسي واضح، بس تاثيره الحقيقي مش سياسي بس، لانه بيمس الهجره بشكل مباشر، الحدود وانفاذ القانون وكمان اداره الكوارث. خليني دلوقتي اوضح بسرعه واخش في الموضوع على طول واقول ليه الموضوع ده بيهم اي حد بيتابع الوضع في امريكا في الوقت الحالي. وزاره الامن الداخلي الدي اتش اس مش وزاره امن بالمعنى الضيق، دي مظله كبيره تحتها ملفات تقيله قوي. عندك تامين الحدود، سياسات الهجره اللي ليها صله مباشره بجهاز زي انفاذ القانون الهجره الايس، وعندك كمان الاف اي ام اي اللي بتدخل وقت الاعاصير والحرايق والتورنيدوز. احنا هنا مش بنتكلم عن كورس جديد، احنا بنتكلم عن جهه بتاثر على حياه الناس جوه امريكا، ومش قليل كمان اللي بيتاثروا من بره. وطبيعي اول سؤال يجي في بال حضرتك دلوقتي، طيب هو التصويت ده معناه ايه؟ وهل ده تغيير مضمون؟ بالفعل تم التصويت 54 صوت مقابل 45 صوت، معناه انه بالفعل استلم المنصب الجديد، انما مش معناه تلقائيا ان السياسات هتتغير 180 درجه في لحظه. اللي بيحصل غالبا ان الوزير الجديد بيحدد الاولويات، ايه اللي يتشدد او ايه اللي يهدى شويه، ايه اللي ممكن ياخد تمويل اكتر، وايه اللي هيبقى في اخر الصف. وهنا تبدا الحكايه اللي تهمنا كلنا، ردود الفعل من وفد اوكلاهوما. اغلب الجمهوريين هناك تعاملوا مع الخبر ده كانه رساله سياسيه بقدر ما هو تهنئه. زعيم مجلس الشيوخ بتاع الولايه قال ان ده يوم فخر لاوكلاهوما، وان مولين عنده خبره وقياده قويه جدا وهيكون ايد ثابته في وقت مهم. بس الاهم من المدح ده هو انه ركز على 3 ملفات محدده: تامين الحدود، دعم الشرطه، وحمايه الاسر الامريكيه. ليه ال3 حاجات دي مهمه؟ لانها بتقول ان الوزير الجديد ده داخل وهو شايف من زاويه الامن اولا وبشكل عملي، الحدود والشرطه والاسره، وده غالبا بيسحب معاه قرارات تنفيذيه واداريه، يعني في ضغط اكتر على الحدود وتنسيق مختلف مع الولايات ودعم اكبر لانفاذ القانون. طيب قبل ما تستنتج اسمع كمان باقي الفريق قال ايه، لان التفاصيل بتبان لما الكلام يتكرر بنفس المعنى. النائبه ستيفاني بايس هنأته وقالت انه هيعمل شغل كويس جدا في قياده الدي اتش اس. وفي سيناتور اسمه جيمس قال ان مولين بيعرف يقود وبيجيب نتائج وهيجيب نفس التركيز للوزاره. وحاكم الولايه نفسه كيفن قال ان اوكلاهوما هتكون ممثله بشكل كويس بوجوده هناك في هذا المنصب. لو جمعت الكلام ده كله مع بعضه هتلاحظ ان الرساله واحده، احنا كلنا مبسوطين لاننا شايفين ان الوزير ده هيدفع اجنده واضحه وهيسيب اثر قوي جدا، مش مجرد اداره روتينيه. طب السؤال المهم هنا، هل كل الناس شايفه ان ده خبر كويس؟ للاسف الاجابه لا. في صوت تاني واضح جدا من الديمقراطيين، وده اللي بيخلي التعيين ده مش مجرد تهنئه وتبريكات. زعيمه الديمقراطيين في مجلس نواب الولايه سيندي مونسون قالت جمله فيها معيار مختلف تماما للحكم على مولين. قالت: انا املي ان هو يكون احسن من اللي قبله ويتكلم مع المجتمعات اللي اتاذت واتروعت من بوليس الهجره اللي هو الايس. وقال كمان يا ريت يشتغل على تغييرات تمنع الناس من ان هي تعيش في خوف. لاحظ هنا اننا دخلنا في ملف الهجره وانفاذ القانون من منظوره الانساني مش من منظور التشديد وخلاص. وده معناه ايه عمليا؟ معناه ان في ناس كتير قوي هتراقب، هل الوزاره هتفتح قنوات تواصل اكتر مع مجتمعات المهاجرين؟ هل هيكون في تغيير في اسلوب التنفيذ؟ هل في مراجعات للسياسات اللي بتخلي ناس تحس ان هي مستهدفه او عايشه في قلق دائم؟ حتى لو القوانين نفسها ما اتغيرتش، طريقه التطبيق بتفرق جدا في الواقع. وهنا مونسن فتحت ملف تاني مهم قوي، وده يمكن ناس كتير قوي ما تربطوش تلقائيا بوزاره الامن الداخلي، وهو تمويل الاف اي ام اي. قالت ان ده خصوصا مهم جدا مع زياده التورنيدوز والحرائق في اوكلاهوما، ودي نقطه ذكيه جدا لان الكوارث الطبيعيه بقت ضغط مستمر في الوقت الحالي، ومش كل ولايه بتتعامل مع هذا الملف بنفس السهوله. فهي شايفه ان الوزير الجديد ده مش بس هيتحاسب على الحدود والهجره، لا هيتحاسب كمان على سرعه الاستجابه للكوارث الطبيعيه اللي هتحصل في الولايه وتوزيع التمويل ومعايير المساعده. والسؤال الاهم اللي ممكن حضرتك تكون بتتفرج على الفيديو ده بسببه دلوقتي، ايه اللي ممكن يتغير فعليا؟ الواقع ان التعيين لوحده مش قرار سياسي، لكنه مؤشر اتجاه. التغيير الفعلي بيبان في 3 حاجات اساسيه. اول حاجه اللغه اللي هتطلع من الوزاره في اول شهور، هل هي لغه تشديد وتنفيذ مكثف ولا لغه توازن وطمانه؟ تاني حاجه اولويات العمل، هل هتكون على الحدود والهجره بس ولا مواضيع الطوارئ هتاخد مساحه حقيقيا خصوصا مع موسم الكوارث اللي بيكون في الولايه؟ وتالت حاجه شكل العلاقه مع المجتمعات والولايات الاخرى، هل هيكون في استماع وشراكه ولا صدام واستقطاب؟ الخلاصه ان تعيين ماركوين مولين مش مجرد اسم جديد على الباب، ده احتمال لاتجاه جديد او على الاقل اعاده ترتيب للاولويات في الهجره والحدود والطوارئ. واللي الناس بتراقبه دلوقتي مش مين كسب التصويت ده، لكن اللي الناس فعلا بتراقبه هل مولين هيكمل نفس السياسات زي ما هي ولا هيعمل تعديل حقيقي يبان على حياه الناس على ارض الواقع.